كانت فين بقى الفكرة دي من زمان، سهلت علينا كتير جدًا، تخزين بقى الخضرة لمدة سنة كاملة، بجد الطريقة تجنن يا بنات، سموا بالله وصلوا على الرسول، ويالّا نشوف طريقتنا على طول. في الأول كده جبت كمية الخضرة بتاعتي، هنا باوريكم كل الكمية بصوا تحفة. جبت بقى الخضرة بتاعتي غسلتها ونضفتها وصفيتها كويس جدًا، وهابتدي إن أنا أنشفها كده بمناديل مطبخ أو فوطة مطبخ تكون نضيفة ومخصصة للأكل، وبعد كده بالفها بالشكل ده واسيبها 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بابتدي بقى إن أنا آخد الخضرة بتاعتي واغسلها، والخضرة بتاعتي مشكلة يعني بقدونس وشبت وكزبرة، باقطّعهم بقى صغيّر جدًا زي ما أنتم شايفين كده. هاسيب لِك بقى التطبيق المجاني اللي باجيب كل الأفكار دي من عليه في أول comment تحت الفيديو. هنا خلّصت بقى الخضرة بتاعتي كلّها، وابتديت بقى إن أنا أحط في الأكياس على قد الاستخدام بتاعي، باطلّع من الكيس الهوا خالص، وبابتدي إن أنا ألفّه رول زي ما أنتِ شايفة بالشكل ده، وبعد كده كمان بالزقه باللزق علشان ما يتفتحش منّي خالص أو يخش فيه هوا أو ريحته تختلط بريحة تانية من أي حاجة أنتِ حاطاها جنبه. أخلّص كل الكمية بنفس الشكل ده كده، وكمان ما بتاخدش مكان في الفريزر، لإن أنتِ بتبقي ضاغطة الخضرة بالشكل ده، وباطلّعها بقى أي وقت أكون عايزة خضرة لمحشي أو لأي حاجة باطلّعها وأحطها على طول في التسبيكة بتاعة المحشي من غير ما أسيبها تفُك. بجد يا جماعة الفكرة دي تجنن، ما تنسوش تعملوا لايك.